هلو اميراتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا بخير. ما كتسمعوني جبت لكم جزء 13. كنعتذر عطلت عليكم شي شويه. المهم ما غنطولش عليكم بزاف المقدمه، غادي نقول لكم ديروا لايك واشتراك القناه. عافاكم ركزوا لي على الاشتراك في القناه. الا كنتي انت دابا كتشوفي باللي ما مشتركاش في القناه، فضغطي على الجرس ديال الجرس وفعليه ودير لايك وشي كومنتار زوين بحالك. وعلى بركه الله نبداو القصه ديالنا. نتقات ريماس صافي ساليت والقميص شكون اللي غير رجع لبلاصتها. وياك قلتي لي غير نبدل لك الفاطمه اوف صافي واخا. زدت القميجه بالنطرام ورجعاتها لجيتو مخنزره وما عجبها الحال. ما كرهاش تلبس ليه الشك والجمر. بدات كتشوف هذا الكم الهائل ديال الوشوم اللي ما غدير ليها صدرو يديه. ما حملات ما قبلت داك الوشم، خصوصا فاش شافت الوشم ديال النجمه السداسيه جهه قلبه. صافي هنا كملت الباهيه عندها. عاودت حوات نظرها الكتف ديالو الثاني، بانت ليه الندبه ديال الطرنوفيس اللي كانت خشاتو ليه في كتفو. ديك الليله اللي عقلتو عليها ابتسمت بحال كتشفى فيه الحساعه لحمو فيه جوج ديال الضربات ولا جوج ديال الندبات. وديال من هاد الندبات في نظركم؟ يس، ديال ريماس. لالا ريماس هي مولاتهم، غير ما نعرف كيفاش باقا حيه حتى لدابا. شويه تقرصت، حسات براسها بحال ضربها الضو. فاش دات عينيها ولقاتو كيشوف فيها بشي شوفات غير الله يحضر السلامه وصافي. بدات كتحاول تزرب باش تلبسو القميص دغيا وتبعد عليه، ولكن ما خلاهاش تكمل حيت شدها من دراعها بدون سبب وقرب لعندها شويه. دخل اسوار اللي كان مراقب هذا المشهد من قبيله، كان كيحس بقلبه كيتقطع لقطع صغار. الشيء اللي خلاه يقاطعهم يحنحن حيت ما كانش قادر يزيد يشوف ريماس بين احضان راجل اخر، واخا يكون هو ارسلان ومع انه خوه. كنظنكم غير هبطتو الريدويات وشعلتو الضو خافت شويه، كان غيكون الجو رومانسي اكثر. خليت هادشي حتى النهار اخر اخويا العزيز. شتك وصلتي لهاد الطابق ما شي حاجه؟ بغيت نهضر مع جدي كيوجد راسو باش يسافر. نطق اسوار اي سافر؟ ومالك تعجبتي؟ ولكن شتك باقي هنايا ما غتمشيش توجد راسك باش تسافر معاه؟ طلق من دراعي ماش مشى لجهه خوه ابتسم مكر. لا، هاد المره ماشي انا اللي غادي نمشي مع جدي. وشكون اللي غيمشي معاه؟ ما يمكنش يمشي بوحدو، غتمشي معاه انت. ومن امتى وانا كنسافر؟ جاوب هادشي غتلقاه عند جدي. انا متاكد عندك يد في هادشي، ما يمكنش يبدل حاجه بحال هادي بدون سبب. عندي شغالاتي هنايا. اصور كيشوف ريماس عندك شغالات النيت. خرج من تما وخلى ارسلان متبعو بعينيه. وريماس كتشوف الشر ديال ارسلان مع كل شيء يهودي وصهيوني مقطر. نطق ارسلان غتجي خدام تعطيك ما تلبسي وبدلي عليك. بغيت نسولك. بدينا عاوتاني. نتقات لي واش عندك ضمير بحالك بحال الناس ولا لا؟ خرج وخلى سؤاله معلق. جالس سي اصلا في المكتب ديالو كيشوف شي ورقه تدخل عنده اسوار. جدي؟ نطق سي اصلا وجدتي راسك؟ كيفاش وقع التغيير؟ ياك مولف ارسل اللي كيمشي معاك بحال هاد الاجتماعات؟ اصلا مشغول بمصالح العائله ما يقدرش يمشي معايا. داكشي علاش غتمشي معايا انت النيت. وليتي غير جالس ما بقيتي كدير والو. نطق اسر ولكن جدي والمعسكرات اللي كنت كنتكلم بيهم باغي ندي معايا شي حد اخر مثلا. ما بقيتش قادر على هاد المكان، علمني وانا غنعرف لما نعطيها. نطق اسوار امتى غنسافروا؟ اليوم في العشيه. خرج من تما وهو متاكد 100% هادو فعال الارسال اللي بغاهم يبعدوا على القصر بجوج. وصل الوقت اللي غيمشي فيه السي اصلان واسوار العائله كامله كتودعهم. نطق سي ايثان امتى غترجعوا؟ نطق ايه غتعطلوا جدي؟ نطق سي اصلان شكون باغيين غير تهنوا مني، كتسناوني غير امتى نمشي؟ نطق بصرامه ديروا في بالكم الا مشيت انا كيبقى الخليفه ديالي حفيدي ارسلان وعطيه الحق بيتصرف في غيابي. جاوبوا ارسلان جدي متاكد ما بغيش نمشي معاك؟ جابوا الجد هاد المره غادي يمشي معايا اسوار لعل وعسى يجمع راسو. خنزير في اسوار. وكيف قلت لك البارح انت عندك بزاف ما يدار هنا، ركز لي على داكشي اللي كلفتك به. نرجع واحد الماضي اللي قريب. جالس اصلا في الجرده وحاط نضادرو وهز الجرنان في يديه كيشوف اخبار الحلفاء ديالو والمصائب العالميه في وصلات حتى حس بشي حد جالس في جنبه. نطق ارسلان بهدوء كعادته. مرغوم بدا كيكبر امبراطوريته. هادشي اللي لقيتني كنشوف فيه دابا. نطق ارسلان ما دخلش ليا لدماغي هاد التطور السريع ارسلان اللي ولا عنده مؤخرا في توسيع الثروه ديالو. نطق ارسلان حاجه طبيعيه غادي يوسع الامبراطوريه ديالو وهو كيعقد تحالفات مع الحلفاء جداد. نطق سي اصلا باستغراب اش كتقصد؟ جاوبوا ارسلان الاسبوع اللي داز كان في امريكا وعقد تحالف مع عائله كوك. نطق سي اصلا وهو واش وصلوا تماك وكيفاش ما علمناش؟ نطق ارسلان ببرود كيلعب بديل وقرب نقطعوا ليه. نطق اصلا بعصبيه الغدر باغي يدير تحالفات اخرى من مور ظهري باش يدمرنا. نطق اصلا حذرتك منه ما سمعتيش ليا لحد الساعه في مده ديال 5 شهور وعقد 4 ديال التحالفات من مور ظهرك. نطق سي اصلا بلا ما يفكر الا كانوا هادوك من اعدائي ولا لا. خاصنا ضروري نديروا شي حل هنايا ما غاش يبقى يتمادى. نطق ارسلان انت اللي منعتيني باش نقتلوه، كون خليتيني يا جدي كاع ما كنا غنوصلوا لهذا الشيء كامل.
بصي اصلا لا بغيتش نقتلوه باقي عندنا به الغرض حي، ولا قلتي غيتحولوا الشكوك كامله لينا، بحال كنحاولوا نتخلصوا من شركائنا في المنظمه الماسونيه. القضيه ديال دوك جوج اللي قتلناهم دازوا مشك فينا حد، ولاني الا قتلنا حتى مرغون غادي يوقعوا مشاكل. نطق ارسلان اللي خلقنا المشكل غنتبعوه ليهم بكل بساطه. نطق اصلا المهم خلي هذا الموضوع عندك تقتله، ما نضمنش لك جدي. ارسلان ما تخليش نتقلق عليك، في الوقت الحالي ما غنقتلوش، خاصنا ضروري نتحركوا. نطق ارسلان ما عندناش علاش نتحركوا، اغلبيه ديال العائلات اللي كيحاولوا يتحالف معاهم هما بنفسهم اللي طالبين يكونوا حلفاء معانا. هذا خبر مزيان. نطق ارسلان ولكن كاين مشكل. اين مشكل؟ نطق ارسلان خاص نمشي انا وياك على التحالف معاهم. بصي اصلا ما نقدروش نمشيو نخليو ديك الجلسه في القصر، زياده هادشي ما يمكنش نخليو ولادي اوفياء اللي كيستناو غير نموت باش ياخذوا الورث، الا بقاو بدون رقابه اكيد غادي يبغيو يلعبوا مور ظهري. نطق ارسلان على هذا الحساب خاص يبقى واحد فينا، انا ما غنقدرش نمشي هاد المره، وفي نفس الوقت ما نقدرش نخليك تمشي بوحدك. نطق سي اصلا كنت كنفكر نخليك يمشي معايا باك، انت عندي لك شي شغل اخر، ما خاصش نتشغلوا في اي حاجه ونخليو الحوايج المهمين. نطق ارسلان بحالاش بس ترد البال الامور اللي طاريه هنا، خصوصا المرغون واعماله هنا يرد البال لكل صغيره وكبيره كتوقع في عائلته ومؤسساته، وما تنساش ترد البال ديك الحقيره اللي الفوق، ما نخافش عليك عارفها ما غتهربش، ولكن هو مع ذلك رد البال. نطق ارسلان ما حتاش تطلب مني هادشي جدي حتى راني دايرو، ورد البال معاك للقصر غنغيب لمده شهر نقاد فيه امورنا ونرجع، فرادري يمشي معاك اسوار حسن. فهاد اللحظه دخلوا الشك في ارسلان شويه. نطق اصلا بشك باش نبعدو على ديك الحق، سواء مشى ولا بقى غتبقى مراقب الامور ولا لا. لا ولكن باش يزيد الخبره ديالو مصيفته دراعك اليسر، الا بقى هكا بدون خبره هادشي غيخلي لي في القصر يشكو في صحه قراراتك. زادوا التحليه اغلب الاجتماعات مكلف بهم انا ومحتاجش اللي يعاونني، ولكن في حالة كنت مشغول بحاجه اهم منهم وكان معك اسوار شنو غادي نديرو؟ هو ما عندوش الخبره الكافيه، واش هادشي ما غاديش يخليهم يشكو في قراراتك مادام اختيارك للدرع اليسر كان غلط؟ في هاد الحاله من الاحسن نحيدو ونحط بلاصتو ايتر ولا ايلين حيت عندهم الخبره في هاد الشيء، وفي نفس الوقت جدي تقدر تخلي اسوار في بلاصتو وتستغل هاد الفرصه اللي كاينه دابا يمشي معاك باش تزيد ليها الخبره، وهاد الشهر كافيه بالنسبه ليه. نطق اصلا وعلاش ما خسروش هاد الشيء كامل نحيدوه ونحط شي واحد اخر في بلاصتو، حيت بكل بساطه جدي الشخص اللي غتحطو بلاصتو كاين احتمال كبير يبغي يستغل المكانه ديالو ويطعنك في ظهرك. داكشي علاش اقترحت عليك من الاحسن يبقى في بلاصتو، حيت انت عارف ماشي مسيام والغدر، وثاني حاجه بانك ممكن تختار جوج ديال المرات، مره واحده كافي باش يكون الاختيار صحيح. عندك الحق في هاد الحاله غادي يمشي معايا اسوار من الاحسن. نرجع للحاضر. نطق ارسلنا رد البال الدواء ديالكم ما ديرش مجهود كبير، شاف فيه اصلا رتب لي على كتفو وابتسم بافتخار. نطق سي اصلا وخرجتني لصحتي باقي كترد معايا البال لصحتي. نطق ارسلان حاجه طبيعيه جدي، على شحال عندي منك، انا محدود بزاف حيت عندي حفيد بحالك. نطق جابرييل غتبقى بلاصتك في القصر كبيره مده طويله ما بقيتي سافرتي، غير تهنا ولدي جابرييل شهر وهاني معاكم ما تفرحش بزاف. توادعوا وخرجوا من القصر وموراها كل واحد رجع يقضي شغالو. نمشيو عند ريماس اللي كانت خرجت من البيت كتقلب على مالك، حيت لحد الساعه خوتها غابرين ومازال ما جابوهم. العشيه تعاشات والليل بدا كيطيح، سمعات صوت خطاوي غاديين، بقات بلاصه كتشوف شكون طالع باش تهضر معاه يجيبوهم. ندق ارسلان اش كديري هنا؟ والو. ندق ارسلان خوتك بداو العلاج ديالهم. كيفاش بداو؟ ياك غادي تبقاو تعطيوهم الدواء هنايا ولا لا؟ لا. ايوا انا حتى ديري عقلك، ياك وعدتيني. ما وعدتكش؟ ما تكذبش عليا، فين خوتي وكيفاش غيتعالجوا هما بعاد عليا؟ انا متاكده بغيتي تبعدهم عليا بالعاني غير باش تعذبني. رجع لبيتك. ما ديتيه جهد شعرها خشت سبعان فيه وبقى مهبطهم حتى وصل لاخر ديال شعرها. جاوبني عايش كتهرب ارسلان؟ شعرك ذا طوال. تزوجها ومشى لجهة الجناح ديالو غير مبالي الريماس اللي بقات تابعه وكتهضر معاه يعطيها غير جواب باش يريحها. فقاسها بالعصبها واش هي غتحماق باش تعرف حاجه خوتها، هو كيهضر على شعرها تبعاتو ما حبتش من الاسئله. قول لي غير واش كيتعالجوا، واش ما كاينش شي خطوره عليهم؟ هضر علاش ما كتجاوبنيش؟ دخل الجناح ديالو تبعاتو دخلات ويا ريتها ما دخلات، حيت جنون اللي يدخل لجناحو، خصوصا العيالات حيت عارفهم فيهم تبقشيش بزاف ويقدروا يخليو زغب شعرهم تما طايح في شي بلاصه تما، وهو كيبغي الجناح ديالو ديما يكون مرتب وما فيهش نقطه ديال الغبره ولا ديال الشعر، لدرجه بلاص ما يدير خدامه اللي تبقى تخمم ليه بيتو، كلف خدام هو اللي كيخمم ليه البيت باش يتجنب الزغب ديال الشعر يبقى طايح في الجناح ديالو. وبالرغم انه ما كيحملش يشوف الزغب ديال العيالات في حوايجه ولا في جناحه، الا ان شعر الرماس ما يقدرش يشوفه بلا ما يخشي صبعانو فيه ولا يدوز يديه عليه. دخل الجناح ديالو وبقى كيتمشى، في واحد اللحظه توقف.
نطق ارسلان وقفي. نطقات ريماس وهي باقا داخله. واش انا غنبقى تابعك؟ بغيت نعرف حالة خوتي شحال غيبقاو هما كيتعالجوا. ضل عندها بالعرض البطيء ميرة شويه. دخلتي للجناح ديالي؟ ريماس ربعت يديها. دخلت حتى انت كتدخل لعندي بدون اذن. بدا كيقرب لعندها خطوات بطيئه وبدون اذن. شفتو كيقرب وكيسولها بحال كيتاكد. جيت غير نسولك هذا ما كان. قربي لعندي. لا قربي نهضر معاك وسيري. لا غير هضر انا كنسمعك. جاي شدات تقطعت حيلات السوارت من الباب وخرجت سدات عليه من برا. خلاتو لداخل في الجناح واحل. ريماس حلي الباب. وصحابك غير انت اللي كتعرف تحبس بنادم ما غاديش نحل. ريماس راه الا خرجت من هنا لا غادي نديرو لك ما غاديش نعاودو لك. حفظت هاد الهضره ديالك. حلي الباب راه لا خرجت غندمك على هذا الشيء كامل. قلبت الدوره غير مباليه لهضرته وتهديداته. ياك حتى هو ديما حابسها مره في الشقه مره في المعسكر مره في الخيمه. شو زعما هو يبقى حر طليق؟ لو سيتو زاد كمل عليها ما كانش كيجاوب على الاسئله ديالها. خدت اول خطواتها وفي يديها الساروت كتلعب به مبتسمه ابتسامه نصر ومرسوم على شفايفها. وما هي الا تا واحد سمعت شي الفرع ديال الباب. دارت لعنده بالعرض البطيء. لقاتو خارج من الجناح ديالو. الاسد ما كيخلعش بنادم فاش كيكون محبوس في القفص ديالو، ولكن فاش كيخرج من القفص ديالو هو مغدد على البشر تما فين كيكون الخوف. نطق ارسلان بهدوء. اجي. لا اجي انت. عاود نطق بهدوء. اجي نهضر معاك. جاوبته بنفس النبره. لا ما غتجيش دابا. بقى غادي لجهتها بخطوات بطيئه. فعلا الهدوء ديالو كيدخل الرعب للانفس. والشيء المنتظر منه في الوقت الحالي هو يخلي فيها شي عاهه مستديمه. ولكن هادشي كان غيوقع لشخص اخر الا كان في بلاصتو. ولكن يا ترى اش غادي تكون رده فعل ديال ارسنال في هذه اللحظه؟ بقات واقفه في بلاصتها متوقع منه اي حاجه. وصل عندها وقف قبالتها بقى كيتمعن النظر فيها مده طويله وبدون سابق انذار جرها لعنده وعنقها بقوه. وهنا غادي نقول لكم السعاده والعشق والغضب الى تجمعوا في شخص واحد فمرحبا بالهلاك. جميع الحوايج اللي خاصهم يخليوه يكرهها مجموعين فيها. هي سبب غضبه هي سبب خسارته في الحرب اصلها ما كيحملوش. ولكن بلاص ما يكرهها قلبه اختار طريق اخرى. صدمت مرضة الفعل ديالو. ولكن هو ماشي غير جو دار هكاك حيت قبل ما يتصرف اي تصرف يضرب حساب لشحال من حاجه في هذه الفتره اللي عرفها. فهاد الفتره اللي عرفها فيها فهمت الطبع ديالها مزيان. هي واحد الشخص اللي ما كيمشيش بالعصا والتهديد بحال الحمار وفي نفس الوقت ما كيمشي بالخاطر والدلل. طبعها صعيب ومعقد. يعني الا نضربها وسبها مستحيل تولي المراه اللي بغات تكون ليه. واخا ينوض ليها والديها من القبر ما دفعاش. ما عرفتش السبب اللي خلاها ما تدفعوش. يقدر يكون كتفكر في شي حاجه ويقدر يكون كتسايرو ويقدر ولكن ردة الفعل ديالها عجباتو نوعا ما. بدات كتشم شي حاجه فاش كلات مشو شمات بدون سابق انذار دفعاتو عليها وعلامات الغضب مرسومين في وجهها. نتقاتل بس بغضب ماشي غير يهودي ولا زوين حتى سكايري. واش غتوقع منك انت؟ اش غادي نتوقع؟ حطت ليه السوارت في يديه وخلاته ومشات. دوز يديه على وجهه ورجع الجناح ديالو. ما فهمش شنو اللي مصبروا عليها لحد الساعه. دخلت الحياه وروناتها ليه وما خلات حتى شي حاجه في بلاصتها. حتى من جناحه يا عباد الله عمر دخلت ليه حتى مو ولا مرته. باختصار عمر دخلت ليه شي بنت حواء. هاري ما جات وما قالتوش عليها حتى هو. دخلت وخلات فيه بصمه وبصمه نيت خلاتها. هالباب تفرع دابا. هزتي دوز النمره ديال ابراهام باش يتكلم بشي شخص يصلح له الباب وخرج من تما هابط لتحت. بقات ريماس سكيري الاخر حتى الدين ديالو ما شدوش نيشان. على اساس انا ما عارفاش بلي الدين اليهوديه محرم الشراب. بدات كتشم في راسها واش لصق فيها ديك الريحه مع العلم راه ما كانش الريحه الفوايجو غير جغم من واحد الكاس وبقات الريحه خفيفه. نطق مالك واش كلفك مستر اصلا بشي حاجه؟ جاوبو ابراهام باب ديال الجناح ديالو تفرعات. نطق مالك كي دارت حتى تفرعات؟ ما يمكنش حاجه باينه غتكون ديك العافيه مور هذا الشيء. الباب سنين ومنين وهي تما عمرها تخدشات ولو خدشه. نطق مالك المعاناه صاحبي المعاناه. نطق ابراهام سي اصلا كان عنده الشك بلي مستر اصلا عنده علاقه معاها ولكن ما بقاش. الا مشى حتى يرجع ليه الشك ولو شويه ولقى بلي مستر اصلا كيبغيها لا محال غيقتلها في دقيقه. نطق ابراهام مزد عليها العلاقه ديال سي اصلا اللي غتخسر مع مستر اصلا. عندك الحق مشكله كبيره وصافي. اللي ما بغاش يتقبلوا عقلي كيفاش مستر اصلا ما مسوقش لدينها وكل طبقتها ممكن حيت سي اصلا عطاهم الحق يتزوجوا وحده من اختيارهم. ولكن الدين والاصل. نطق مالك هذا هو الحب. نطق ابراهيم هذا هو السحر ولا ما نعرف اش دارت. هاد الشيء ما يقدرش يستوعبوا نهائيا العقل. كنبقاو ممكن مستر اصلا كيخطط لشي حاجه داكشي علاش مخليها حيه. جو مالك ما كنظنش. عالم الله اش كاين. سيرسي ما تعطلش خليني انا غنمشي نطلع على خوتها ونشوف فين وصل العلاج ديالهم. في وسط القصر جالس ارسنال حداه مجموعه ديال الاوراق وجالسين قبالته مو اديره وباس سئيتان كانهم باغيين يقولوا شي حاجه. نطق سئيتان ارسنال حيد دوك الوراق من يديك بغينا نهضروا معاك. اصلا هو عيني على الوراق كنسمعك. نطق ايتان واش غتبقى تعامل مرتك هكاك كتشوفها غير وقت الماكله؟ ومن امتى انت كتدخل في الحوايج اللي كيخصوني؟
ما تنساش راني كنبقى باك، وهذا الاسلوب اللي كتصرف به معايا مع امك به ما كيعجبناش، وما بقيناش قادروا نصبروا ليه. ولو ابسط امنيه تهضر معاك كيف ما كيهضروا ولاد عمامك مع والديهم، شوف فيه باش نكون كنهضر معاك. نطق ارسلان السئتان اخر حاجه فكرت ديرها هي تبغي تفرض عليا رايك. قلتها ونعاود نقولها لكم، عندكم ولد واحد هو اسوار. هز داك الوراق وناد من تما اديرو وهي كتبكي. يا قلت لك ما تخليش ليه ربي، يا قلت لك واخا يكبر ما غيتبدلش، انت اللي بقيتي كتقول لي غيكبر وغيرو من جهتنا. الغلط ديالك ايت الغلط ديالك. عندنا قابضه كيسكت فيها صافي ما تبكيش. اديها بصوت مخنوق. كيفاش بغيتيني ما نبكيش؟ هو عمرو خلاني نحس بلي انا الام ديالو، كيعاملني بحال شي وحده غريبه عليه. وصافي ما نبغيش نشوف دموعك. ها اصور وجوليين معوضينك عليه وكيبغيوك. بغيت ولدي ارسلان، شحال قدين نبقى كنشوف قدام عيني ما نقدرش حتى نعنقو بحال ماشي ولدي، راه طرف من كبتي ايتان. بقى كيسكتها كعاتو باش ما يزيدش تبكي. حتى لواحد شويه جات جلست حداهم بنت في سن 19 عام، ما لميحها كتشبه الاسوار في حنيتها كتشبه الاديره. عند قسمها بدات كتسكتها. نطقات جولين ماما ما تبكيش، عافاك راه كتقطعي ليا في قلبي بحال هكا. نطق سيتان اش وصلك لهنايا انت؟ بابا راه كنت كنقلب على ماما حيت كيسولوا عليها على تمامي. نطق ارسان بحده. تحركي ما نعاودش نشوفك هنايا، اش قلنا؟ وسط القصر عيات ما كيدوروش هنا. اديرو هي كتمسح دموعها. صافي ما تغوتش على بنتي. بدات كتمسح دموعها. صافي اجي بنتي يلاه نرجع حيت بغيت نشوف غير ارسان ملي جيت لهنايا. نطق سيتان ردي البال لماماك وما نعاودش نلقاك كدوري هنا اخر مره. جولي حنت راسها. واخا بابا. مشاو تما في اتجاه فين كيتجمعوا العيالات والبنات ديال القصر. هو مشى يقضي شغالو. قضات بزاف في داك البيت. هي واحد الشخص اللي مولف الحركه، مولف النشاط، ماشي تبقى 24 ساعه في نفس البلاصه كتسنى فارغ الصبر تعالج باش تخرج من هنايا. لا هاد المره ما غتهربش، هاد المره غتخرج بطريقه اخرى مضمونه 100%. مسحات فكره الهروب وعوضتها بفكره اخرى، ولقات هذيك هي اللي غتنفعها بالحق. خاص تعالج بعدا حيت يعرف بلي داك الفيروس ما عندوش علاج. سمعت صوت صداع في الطابق وخرجت تشوف. لقات ابراهام وشي اشخاص كيصلحوا الباب ديال ارسلان. نطقات ريمات هذا انت؟ رجع دخلي البيت. ما غنتحركش، نعرف خوتي شحال غيبقاو تما بعادين عليا. بقيت تما. اسوار فينو؟ علاش كتسولي على مستر اسوار؟ بغيت نهضر معاه في واحد الموضوع. على هذا الحساب غادي نبغي نبشرك مستر اسوار غيغيب شهر. وعلاش؟ كيفاش علاش؟ من امتى كنتي كتدخلي في عائله روتشيلد؟ غير لما تزربي قبرك كيتسناك ما غاديش يهرب. ما تخافش من هاد الناحيه، غنصيفطك انت الاول تجرب واش متيسع ولا لا. بغى يجاوبها ولكن غير سمع صوت خطاوي جايين هو يسكت. بقات غير خدامه اللي كتمطلع الماكله الريماس. دخلت لداخل كلات ومشات دوشات، لبست بيجامه ديالها من دوك الحوايج اللي كانت طلعت ليها الخدامه. بدات كتنشف شعرها قدام المرايه حتى نشفات وابتسمات. منين تلقاتو على طول وحتى وصلت الضحكه خفيفه. فعلا طوال اللي هي كيف ما قال داك اليهودي، ولكن هاد المره يعاود يحط يديه عليه نتفاهم معاه. خلاتو مطلوقه بقات عاوتاني كدور في البيت، مره تجلس مره تنوض، مره تلمس شرجم، مره تخرج تردويره في الكونوار وترجع. وفكره وحده كدور في بالها، عقلها كيقول لها ديريها وكيقول لها لا خاصك تجلسي الا بغيتي دوزي الامور كيف ما بغيتي. وفي الاخر كيف العاده غلب داك النص الشيطاني اللي في دماغها. خرجت من تما وكتشوف واش ابراهام كاين، ما لقاتوش، وتما تغدا مع الكونوار ناوي تسلف شويه ديال الوقت في القصر بلا ما يشوفوها. هبطت مع الدوش، عجبات من هذا الهدوء اللي كاين في القصر، موالفين لهمش، ومع هذا الهدوء كيبان القصر بحال ما سكن فيه حد. نزلت كانت بالضبط وسط القصر. بقات كتحاول تبقى عاقله على منين هبطات باش ما تصدقش تالفه، حيت كانت قالت لكم سابقا القصر ديال عائله روتشارد عباره عن 3 ديال القصوره مشروكين، جاي قصر كبير في الوسط وفي جنبه اليمين واليسار كاين 2 ديال القصورات صغار عليه شويه ميتاه هما كبار يعني متاهه وخلاص. بقات غاده وطلقه رجليها. ايوا دابا عاد حست باللي حيلات القنت شويه، متبعه بعيني كانه لقى فريسه اللي كان كيقلب عليها. جميع عائله روتشارد كيضرب العربيه ما عدا ريماس وفادي وريناد باش ما تلفوش. انطق الشخص اش كديري هنايا؟ التفتت عنده بالزربه. نطقت ريماس بالدارجه والو. اللي ما فهمش شنو قالت. مشكله مع هاد خيتي كي غادي نتفاهم معاها. نطقت ريماس مكلخ هذا ما غاديش يفهمني. نطق عليه بالانجليزيه كتفهميني دابا؟ جاوبته ريماس بالانجليزيه كان فهمك. قرب لعندها ومد يديه ليها وابتسامه مكر مرسومه على وجهه. انا إيلين ولد عم ارسلان وانتي؟ بقات كتشوف في يديه وكتشوف فيه تزنق وما حماش راسو حيت يديه بقات منشوره، ولكن في الاخر من مدوراتها في راسها مدت يديها. ومع هاد اللقطه خرج ارسلان من واحد الغرفه. نطقات ريماس متشرفين. اش كديري هنا؟ والو. نطق ارسلان إيلين التفت عنده ولد عمي ارسلان. مشى لعندهم ارسلان وهضر بهدوء عكس الحرب اللي ناضت في الداخل ديالو. نطق ارسلان اش وصلك لهنايا؟ انا والو. دوزي قدام جات سناني هنا انا راجع ليك. نطق إيلين بمكر تضرب بحال كتعرفها وبناتكم شي حاجه، ولكن عاد راك صدقوا المسلمين عندهم الزين والفتان. جا ريماس من يديها باش يطلعها شويه كيحس بشي حاجه شداتها في يديها. دقات ريماس بعصبيه طلق من يدي. واش وليت بهيمه باش تشدوني منها؟ واش يشدني من هنا واش يشدني من لهي؟ التفت نص دوره لقى إيلين اللي شادها من دراعها وكيبتسم بمكر. غتخبى علينا هاد الزين بهاد الزربه؟
ركزنا نهضروا على اليد اللي شاده ليها في دراعها. طلق من يديها فرمشة عين جبت السلاح وتيرا ليه في يد اللي كانت شاده بها ريماس. ما ترددش نهائيا باش يتيري في ولد عمو، حيت يديه بلافه وبدا كيغوت من الالم. سمع صوت ديال القرطاس في القصر وبدا الصوت خطاوي الجرا كيتسمعوا. ريماس غير سمعت الخطاوي جايين بدات تطير طالعه في الدروج باش ما يقولوش هذه هي السبب عاوتاني. ديما كديرها كتوحل المشكل وكتخليهم يفكوا بيناتهم، هي ما عندها حتى دخل في هذا الشيء. شنو تدير تما؟ نطق ارسلان بهدوء. المره الجايه اللي كطوب بساحتها راسك نطيروا من بلاصتو. جاو رجال ديال العائله كيجريو ولاد العم ومامو. نطق جابرييل اشطره. نطق اروان اش واقع هنا؟ علاش ايليا مضروب؟ بقى ارسلان كيشوف ايليا برود وايليا كيشوف ارسلان بحقد وكره وغضب. نطق ايليا من تحت سنانه هو كارز عليهم. كنا كنضحكوا بيناتنا. نطق جابرييل اش من الضحك اللي فيه القرطاس؟ نطق سئي تنقول لي اش وقع هنايا. خلاهم ارسلان وطلع لعندها. نطق ارسلان برود علاش خليتيه يقيسك؟ فين قاسني؟ نطق ارسلان وهو كيحاول يستفزها. طلعت رخيصه، ما نسمحش لك تقول عليا رخيصه. فين تعرفني باش تكون رخيصه؟ ها واش وصلك لتحت؟ هضرت معاك ما تحركش من هنا ولا لا؟ كيفاش بغيتيني نبقى بربعه ديال الحيط 24 ساعه ل 24 ساعه بلا ما نقنط؟ ارسل راني انا بنادم، راني كنحس. علاش خليتيه يحط يديها عليك؟ حيت انا رخيصه قلتيها لي. جاوبيني. لا هذا غيحمقها النيت. ما كتعرفوش كيتنز عليها ولا كيدوي بصح. وانت اللي كل مره كتقيسني. لا انت نساتك ماشي كانوا غير سلام وصافي. لا انت كل مره فين كتقيسني بدون علم. انت واش مرفوع عليك القلم ياك؟ بدا كيحسب دمو كيغلي معاه. في كل مره كيقول راه ما غيتعصب كيجن جنون ولا كتاكلو من الداخل شويه بشويه. والاغلبيه ديال هادشي الا ما قالش جميع الاوقات فاش كيتعصب غير معاها. حيت كيف قلت لكم مسبقا مع الناس الاخرين ما كيعطيهمش فرصه يعصبوا حيت قرطاسه كافيه تحل المشكل. ريماس يا ريماس حضرتك باش ديري عقلك ولا لا؟ سخيتي بحياتك دغيا ياك؟ دابا بغيتيني انا نخاف منك؟ علاش؟ حيت سيدهم ارسلان مركب فيهم الرعب، قتال مجرم ما كيرحمش متوحش وعنيف لاقصى درجه واكبر دليل اجرتي في ولد عمك ولا ولد خالك ولا ما نعرف ليه. ضحك ضحكه خفيه بس باقي كتشوفيه باستغراب ومعجبه في اللحظه شكات فيه واش عنده انفصام في الشخصيه. عاد دابا كان كيبان معصب ودابا كيضحك. ولكن عند ارسلان كانت عنده وجهه نظر اخرى ولا نقولوا كان في حاله شبه مغيب بفعل السحر عيونها اللي كان كيبغي يبقى غير يشوف فيهم وخا نظراتهم ليها كلها غضب وحقد. ولكن بريق عينيها ديما كيسحروا ويجذبوا ويخليه يغيب على العالم الواقعي لفتره قصيره من الزمن. قرب منها ونطق بنبره خشنه. طلقت تكوني مرت الارسلان. كتعجبيني فاش كتكوني متمرده قادره تدافعي على راسك. عاود ابتسم. ولكن ماشي انا اللي كتعاملي معايا المره بهاد الطريقه، خصوصا اذا كانت بصوت خافت. تنطق مراتي. هاد الجمله او بالاحرى هاد الكلمه الاخرانيه دخلت ريمات في صدمه وحسيت براسها بحال شي حد جمعها معاها بالتصرفيقه. مشاعر مختلطه واحس اللي داروا بها وميزاتهم من بين احاسيسها هو فاش نطق هاد الكلمه حسيت بنغزه في القلب بحال تخرج فيها شوكه. نتوما غير تخيلوا معايا كيرا ما كتحملش تكون سميتو وحداها ولا يكون غير واقف حداها. عاد تخيل بلي تقدر تكون مراته على ديمتو هي راه كتكرهو واخيرا يقدر يتقبل لك الاحساس اللي لداخل ديالو وطلق العنان اللي يبغى يدير فيه يديرو. مبقى حاسس بوالو ما كيمنعش راسو على اي حاجه عاجباه وباغيها. ومادام تقبل هذا الاحساس بدون ما يراعي العقاب الكثيره اللي كتسناهم الا انه ما ناويش يخلي ريماس من الان فصاعدا. قدر يفهم راسو وقدر يفهم اش باغي ولكن ما قدرش يفهموا انه هذاك الاحساس اللي جاه ماشي فقط حب تملك وانما حاجه اخرى. نقات ريماس ماشي مرتك وما يشرفنيش نكون مرتك. انت مريض وكافر وصهيوني وقتال. نموت ويسلخوا جلدي على لحمي وانا حيه وما نقبلش نتزوج بواحد بحالك. زاد سي في هاد اللحظه الشيء اللي خلاه يتعصب. شدها من دراعها وزدها مع الحيط. تجاوزتي حدودك بزاف وانا مابقيتش قادره نصبر ليك. من الاحسن تعلمي تحترميني يا ريماس. نقات ريماس وي فعلا راني تعلمتو بزاف كاع. شنو تعلمتي؟ باش نتلاقى بحال شي وحدين بحالك في المستقبل غنحاول ما امكن نبقى بعيده عليهم بعشرات الكيلومترات. نو بمئات الاف الكيلومترات. كيشوف فيها برود عكس اش وقع في الداخل ديالو. شاف فيها مطور نظرات غريبه وخرج من تما مخليها تستوعب هاد الصدمه اللي جابت ليها الضحكه وما قدرش عقلها يتقبلها اصلا. دازت مدة سمعت صوت ديال الدقان. دخل عندها مالك. مستر ارسلان بغى يشوفك في الجناح ديالو. شنو؟ مستر ارسلان بغى يشوفك في الجناح ديالو. تحفه فني انا باش يشوفني ياك؟ عاد البارح ما عجبوش الحال عاد دخلت ليه. نطق مالك داكشي اللي قال لي قلتو ليك. لا ما بغيتش وما بقيتش باغا نشوفه. نطق مالك ريماس راك ما بقيتش في بلادك وما بقيتيش حره طليقه. البلد اللي راكي فيها دابا مختلفه على بلادك وخاصك تعرفي وتفهمي البلاصه اللي انت فيها دابا. حاولي ما تقصحيش راسك. هادشي ما كنديروش على ودك، هادشي كندير على ود مستر ارسلان. ما بغيتش. يقدر يكون بغى يهضر معاك على حريتك وعلى خوتك. نقات ريماس مخنزره كتحاول تقنعني دابا. كنحاول نرجعك لعقلك. خرج من تما ومشى. كان جالس هادشي راه كدوي ليه يديه بالتخبيه وقلبها كيتقطع عليه. علاش واجهتيه؟ علاش ايلين؟ قلت لك علاه عطيه اتساع ما تقربش لجهته. غندموا راه غندموا.
انت عارف يقتلك ويمشي في جنازتك، واش ما كتشوفش مكانته عند جدنا؟ واش نسيتي مكانته في القصر؟ شكون غيتجرأ يحاسبه من غير جدي؟ وحنا جدي ما كاينش دابا، هو اللي واخد بلاصتو. نطق عليه بعصبيه، واش بغيتي نسمح في حقي وحقك؟ البنت اللي كنت باغاها تكون ام ولادي، واش عارفه اش كتخرجي من فمك ولا لا؟ نطقات شيره ما قاسنيش لحد الساعه. تسوي عيني بصدمه، كيفاش؟ واش كتقصدي لحد الساعه مازال ما؟ نطقات بصوت باكي. حس بالفرحه في قلبه، عارفه ما كتكذبش عليه، حس برجولته باقي محافظ عليها، ولكن بلاتي عليا علاش كتبكي؟ شي حبيبتي علاش كتبكي؟ كنبكي على حالنا، كيفاش انا وليت مرا مجوجه وانتيا؟ قطعش كوش غادي يكون بخير، ما تخافيش انا غادي نحيدك منه، واخا نعرف نموت ما تقولش بحال هكاك. في جناح حيطانه في الاسود عليهم زخارف قليله وراقيه في الذهبي مع اداه في اللون الذهبي. جالس فوق الفوتاي كحل نفس اللون ديال عينيه ونفس اللون ديال قلبه. حط رجل على الثاني وفي يديه شجره كنفت منها دخانها الاسود في الهواء. تزمت ابتسامه خبيثه على شفايفه من الوقيته اللي خلاها ترقبها بعيونه الثاقبه كالنسر. وي جناحه اللي ممنوع تحط فيه المراه رجليها، ها هي وسطو دابا جالسه قدامه الاسئله كثيره في بالها، عينيها مره كتزلق على واحد الفاز فوق الطبله اللي بينهم وبينها. لم تحتى بغى يدير شي حركه ماشي تلي تجمعها معاه. هو مترقبها بعينيه وهي مترقبها بعينيها، بحال لاعبين شكون غيهبط عينيه الاول وشكون غيتغلب. طفل قرر رجع يديه اللور تلقاهم مع الفوتاي، رجع راسو اللور وتقلبت ابتسامه خبيثه لضحكه خفيفه ورجوليه بصوت سمعته وهزت حاجب كعلامه تعجب. الله يهدي ما خلق كيضحك غير بوحدو. بقات كتسناه يهضر حيت منين دخلته هما هكاك شافت فيه وتنطق بصوت خافت من جوج بحه رجوليه. نطق ارسان وهضر راسو اللور مع ابتسامه خفيفه. شنو درتي فيا يا ريماس؟ نطق بهاد الجمله وسكت. مرة كيضحك ضحكة خفيفة بدون سبب. هادشي في نظر ريماس، ولكن بالنسبة ليه هو كاين سبب، كاين أسباب اللي خلاوه يضحك. شكون كيقول أرسنال تفكيره كان مركز غير فقط على توسيع الإمبراطورية ديالو وحربهم مع المسلمين، ويولي تفكيره شغله بنت ولا لا ماشي أي بنت، بنت مسلمة، ويولي تفكيره شغله غير هي، وماشي غير مسلمة فقط بل مغربية. وما هي من سهمه ما هو من سهمها. كاع سيدوزهم بحياته كان كيموتوا على التراب ديال رجليه الا هي السهل الممنوع، هي الحلال والحرام في نفس الوقت، اللي رجع عليه بز منها حيت اي حاجه بغاها كيديها. ولكن كاين عقبات وعقبات، اولهم ديانته اللي ما نساهاش كتحرم عليه يتزوج بوحده ديانتها مختلفه، اصلها اللي جدو ما كيحملوش وما كيقبلوش، وحتى هو ما كيحملش اصلها، اما حتى طبقتها ما كانش مسوق ليها. ما عرفش امتى وكيفاش وامتى دخلت لقلبه ونشرات جذوعها فيه، استولت عليه ما جا في النفاق التخدير ديالها، حتى لقاها غرسات جذورها صحاح في قلبه. بمجرد ما كيشوف في عينيها كينسى قوته وسلطته وجبروته، كينسى حتى نفسه. بريق عينيها من نهار شافهم هما كيديروا ليه التخدير، قلبه طاح في شباكها ولا كيعشقها. تزوج مرحله الحب والاعجاب، نهار على نهار كيزيد يغرق فيها. هي العشق اللي جردوه من قوته قدامها، عينيها، شعرها، ريحتها، رنة صوتها، ضحكتها، تحركاتها. ولا كيعشق اي حاجه فيها، ولا كيعشقها بارادته، حيت هو اللي ما حاولش يمنع ديك الاحساس اللي كان كينمو في داخل ديالو. ولا تعيشه هي وياه من تحت سقف واحد في نفس الدار، ولكن يقدم معها هي قريبه كيكتشف بلي هي بعيده. وخا شي كان ما اعترفش باللي راه حب، حسبه فقط حب تملك، وحط بالو قرار باش يدير حل لهادوك العوائق. في الجهه الثانيه كانت جالسه ريماس وعقلها غير كيفصل ويخيط، كيفاش غتخليه يبعد عليها كيف ما بعد الله السماء على الارض. والفكر ديالها هي كانت كتسالي تزيد تصدو باش زعما يفهم راسو وما يبقاش يدير بها، ما تخبرهاش بلي راه هادشي بالضبط اللي كيخليه يزيد يغرق فيها بدون اي سبب. جاه سؤال في الذهن ديالها، شنو هي ديك الحاجه اللي في الداخل ديالها اللي كتخليها ترتاح ليه وكتخليها تنفر منه؟ حق والديها وخداتو وانتقمات، ولكن مع ذلك بالضبط شي حاجه ما كتخليهاش ترتاح ليه. فعلا كتمل ليه واحد شويه وتترجمات لديك الاعجاب اللي كان بشخصيه ايفا اللي كرهاتها، ولكن كاين شي حاجه في الداخل ديالها كتمنعها. شنو هي بالضبط ما عرفاتش. ياك واحد بحال ارسنال كاع الناس كتمناوك، وكان شي واحد اخر بلاصتها قال لها هذيك الهضره كون اكيد غطير من الفرحه، ولكن هي لا، هي عاد بدات تزير عليها قلبها. قطعت داك الصمت بسؤال، قال لي مالك بغيتيني؟ رجع قعد جلست وشاف فيها. عارفه الا تشافيتي غتموتي انت وخوتك ياك؟ يومني غنموتوا علاش كتعالجنا؟ رشقات ليا. نتقاد باش تخافت عقير هذا، وليتي كتجاملني بزاف هاد الايامات. هي كاع ما جاوباتو. القضيه ديال الصباح ما نبغيهاش نعاود نشوفها. اين قضيه ديال الصباح؟ راه قلت لك قنت كاين قواعد وقوانين كيمشيو عليها كاع اللي هنايا من صغرهم لكبيرهم. انت قلتيها ارسنال اللي هنا، ولكن انا ماشي من هنا، غنبقى مؤقتا وراها غادي نرجع بحالاتي لبلادي. جاوبها ببرود، ما بقى عندك رجوع؟ بطبيعه الحال ما غنبقاش هنايا عايشه وسط اليهود.
نصيحة ليك، وخا ماشي من عادتي نعطي النصائح ولا في العيشة هنايا، من هنايا للفوق هذه هي بلاصتك. اش من بلاصة واش من عيشة. باغا تعيشي يعيشوا بعدا غير خوتي. نطقت واش باغا تعيشي ولا ما باغاش؟ باغا. مزيان، كاين شروط. بدينا في الشروط. اين الشروط من الشروط؟ تبدل ديانتك انت وخوتك. شنو قلتي؟ وحده من الجوج. ما عرفت طبعها كي غادي يكون وجوابها كي غادي يكون. بانوا شي حاجه اخرى من مور هاد الطلبات، وخصوصا بهاد البرود اللي كيقولها ليها به. كيدخل الشك في راس بنادم 100% مورا هاد الشي شي هدف، ماشي انه يخليها تبدل ديانتها. لا، ما غنتبعش شي حاجه ما كايناش. فهاد الحاله بغيت تحسبي الايام اللي باقا ليك غنحسبهم من دابا. ربعات يديها وصغرات عينيه فيه. انا ماشي مكلخه باش دوز هادشي عليا هكا. هاد السؤال عندك موراه شي حاجه. حط اصبع السبابه على فمه. واحد الحاجه لاحظتها فيك، يعني حاجه من الحاجات، من عرفتك عمريش كتأدي فريضه من الفرائض اللي فرضهم عليك دينك. حس براسها تقرصات في هاد اللحظه، حيت فعلا عنده الحق. ملاتو هي كتسب في دينه، بالمقابل نسات راسها حابه تقلب عليه القفه. نفس الشي معاك، ولا زعما انت مرفوع عليك القلم استي ارسلان. انت هي حاله خاصه زعما. ما نحتاجش ناكد لشي واحد بلي راني متبع ديني. كتشرب والشراب حرام، انت ارسل كتعري ولا حرام. وانت كتقتل والقتل حرام. كتخالطي مع الرجال والتخلط حرام. كتكبر والتكبر حرام. كتكذبي انتي والكذوب حتى هو حرام. لقات ريماس اليهودي اصلا كتابها محرف. جوبها ارسل الاسلام ما عنده دلائل. وشكون قال لك ما كاينش الدلائل في الاسلام؟ غنعطيك 5 ديال الدقائق قنعني بلي دينك هو الدين الصحيح. ولا قنعتك كتبدل دينك. ريماس يا ريماس، تجاوزتي حدودك بزاف. ما كنظنش كون قالها شي واحد اخر غادي يبقى حي من مور هاد الهضره. كتهددني. بغيت ديري مقنع في 5 ديال الدقائق. وعلاش غادي نسمع لهضرتك 4 دقائق و40 ثانيه؟ غادي نعطيك دليل، ماشي غير دليل واحد. كنسمعك. اول حاجه القران الكريم هو كتابنا اكبر دليل. التوراة نفس الشيء. لا، كنظن عمرك قريتي كتابنا باش تفهم. شنو غادي يخليني نقراه؟ ما كنظنش عندك اهتمام بالموضوع، سو غادي نحبس حد هنا. كنبان لك عندي الوقت لهذا الشيء الخاوي ديالك. بقيتي مصبع عصبيه منين ما عندكش الوقت؟ علاش كتسولني هاد الاسئله؟ ما غتنوض عاود رجعها بلاصتها. ما بغيتش نكرر هضرتي. شنو اخر مره تنوض انا مازال ما ساليت هضرتي، ولا ثق بيا ما غيعجبكش الحال داكشي اللي غادي ندير. كترجع تهددني. ثقه بلي انت اللي على صح وانا اللي على غلط. وي 100% متاكده. عطيني شي حاجه مكتوبه في كتابكم كتاكد هضرتك. درت فيه بتحدي. نطقات ريماس: والذين يتبعون الرسول النبي ألم يجدوا في مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم. شاف فيها ونطق. ما كنبغيش نسمع النصوص. ممكن النص الاخر يكون كيعكس كلامك. انا بغيت غير نعرف واش تهبلتي. طلع تجيني الكرموسه ما عرفتش شنو كيقولوا لها. هبط شكون قال لك؟ انت اللي قلتي لي يعطيني نص من الكتاب ديالكم. على اي راه كاين القران اللي بغيت تقرا غتلقى شي في سوره الاعراف. كنت غنديرها في حال كان عندي شك في راسي. وراك سالات ال5 دقائق ديالك ما قلتش فيها شي حاجه منطقيه. شنو دابا؟ علاشكم غادي يكمل؟ بقات ريماس بفرحه. كنت عارفاها. وفاش غادي تعالج غتكون هضره اخرى يا ريماس. عطيتك فرصه ترجع فيها للطريق وما استغلتيهاش. نرجع للطريق؟ نتبع اليهوديه باش تسمى راجعه للطريق؟ فين هو المنطق في هذا الشيء؟ تمشات ريماس للبيت ديالها وبعد دقائق تم داخل عندها مالك. ريماس صافا؟ ها انت كتشوفني. بغيت نقول لك شي حاجه. شنو؟ عائلتك معرضه للخطر. نقات ريماس بعصبيه. كنت عارفه غيديرها. نطق مالد معارضها. لا ماشي من طرفه هو، من طرف شخص اللي مات ليه بنته. جاوبته ريماس: هي ماتت وانا مالي، اش دخلني انا واش دخل عائلتي؟ حيت الاب ديالها كيظن بلي انت اللي مور هاد الموت ديال بنته. ما كنتش انا اللي حاولت نقتلها. كلشي من سيدك. كل ما دارش لي ديك الرقاقه ما كنتش غادي نقتلها بسبب دابا حياه عائلتي معرضه للخطر. راه تحت الحمايه ديال مستر ارسلان، ما تخافيش. جلس في كرسي بعيد عليها. ما عندوش ضمير هذا. نطق مالك: مستر ارسلان ماشي كيف كيسحاب ليك. بقات لي ماشي استهزاء. بطبيعه الحال غادي يجي في صفو. عرفت المرة التالي اللي راه مريضه به ولا لا؟ ما عرفتش وما بغيتش نعرف وما كيهمنيش نعرف فيك. قريب غنتعالج صافي. هادشي اللي كيهمني. مورغون كلف خدامه ضرب لك 2 ديال لي باري. وحده ديال الفيروس اللي راكي عارفاه. والثاني حبس هضرته بقى كيشوف فيها باسف. ما بغاش يكمل. وهادشي خلى ريماس تسكت بفضول، حيت مادام ما كملش وسكت الا وان الموضوع فيه شي حاجه. والثاني شنو هو؟ كمل مالك. والابره الثانيه كان فيها ترياق منشط للخلايا السرطانيه. بقات كتشوف فيه بصدمه. صرت ليها اللسان باش كتشوف فيه باستغراب وتصدمات. كلشي تجمع عليها. مالك انت كتكذب عليا ياك؟ ارسل لي قالك سير تخلعها. نطق مالك: هذه هي الحقيقه.
بقات ساكته دقائق كتحاول تستوعب هاد الصدمه. ماشي ساهل تكون عايش وسط المشاكل وكتحاول تهنى منهم وحده بوحده، في الاخر كتجيك مشكله كبر منهم. فين يبالو ديك المشاكل، خصوصا كانت المشكله كتعلق بحياتك وبصحتك. اليوم بقات غير ساكته، عارفك مصدوم من هادشي والخبر ماشي سهل عليك، ولكن هذه هي الحقيقه. خذ نفس عميق. مستر اصلا حضرنا باش نقولوش لك هادشي، ولكن راني عارف في راسي خالفت الاوامر هاد المره وغنتعاقب، ولكن بقيت باغي تبقاي واخد عليه نظره خايبه. لمس كاع ما جاوباتو، ما بغاتكش تحسي بالاحباط وتفقدي الامل في الحياه. بمجرد ما تسمعي هادشي غتعالجي وغدوزي هادشي كاع وهاد الصعوبات. مستر اصلا خلى كاع شغالو في القصر اللي كلفوا به السي اصلا باش يرد لك البال، وصافر العود العلاج ديالك وغيجي حتى المرسمانه، واكيد ما غاجي حتى يجي في يديه العلاج. حس براسك كتنهار من الداخل شويه بشويه. زادت عينيها فيه بمالك لقاتو كيشوف فيها بنظرات الشفقه. بهدوء عكس الانهيار اللي في الداخل ديالها، ما تبقاش فيه بديك النظرات ديال الشفقه. ما محتاجاش شفقتكم عليا، ما كنقولش هادشي باش تحسي باللي كنشفقوا عليك، وكنقول لك هادشي باش تعرفي باللي ماستر ارسلان عكس داكشي اللي كتشوفي فيه. في الداخل ديالو كاين شخص حنين. شافت فيه وقلبت وجهها للجهه الاخرى. هي الجمله الاخيره كان غادفل عليها وما قالهاش ليها. بغى يكذب عليها في شي حاجه اخرى اوكي، ولكن ماشي كذب عليها في هذه. ما عندوش ولو ذره ديال الحنان، وقلبه كحل. هو بصح قلبه كحل، ماشي كتصنع القوه على القسوه، لا هو فريمون قلبه كحل، وفريمون هو ما فيهش الرحمه والقسوه لاقصى درجه، وقاسي الاكثر وقاسي لاقصى درجه. ما كيهموش الغير وحس الغير، كيهمو غير راسو بشنو كيحس هو. وي حنين بزاف. هاني خارجه وما تزيدش، هاني خارج دابا وما ديريش بالك. نتمنى ما تقولش من اصلا بلي هضرت معاك بالخص المرض ديالك. لقات كلمات بجمود ما غنقولهاش. خرج مالك من تما وسد الباب، عاد تلقات ريماس العينان لراسها، كتحس بقلبها كيتقطع طرف طرف. حسيت براسها بلي فعلا قربت تودع هاد المره، وغصبت تودع شويه بشويه. من ديما كان كيبوسها هو المرض ديال السرطان، كان بالنسبه ليها شي حاجه كتخلع وما كتمناش يمرض به حتى واحد من عائلتها ولا حتى واحد من هاد العالم. بمجرد انها كانت كتسمع وكان لحمها كيتبورش عليها، وهي دابا ولات وحده من المرضى ديالو. وشكون عارف في المستقبل القريب تولي هي ضحيه من الضحايا ديالو. حسب بلي هاد المره اوراقها في الحياه تسالا، واخيرا ورقه كانت عندها حيدها لها ارسلان وحطها في الطاوله، مقمر عليها بدون ما تشوفها ومن غير ما تشوف اللي غتربح ولا غتعيش ولا غتخسر، تسالي رحلتها كضحيه من ضحايا هاد المرض. هاد اللحظة بالضبط تفكيرها تركز على الحياة الأخيرة، وكان مرض بمثابة صفعة عطاتها ليها الحياة باش تفيق من الحلم الحياة. قريب تموت، ولكن شنو وجدت لآخرتها؟ الصلاة يلاه بدات كتصلي. الحجاب ما كديروش، القرآن ما بقاش قاسو ولا قراتو، الجامع ما بقاتش عاقله. آخر مرة حطت رجليها فيه، رجعت حساباتها ولقات بلي الحاجة الوحيدة اللي بقات كتجمع بين الإسلام هي الصوم والصلاة اللي كتصليها غير مرة ولا من رمضان لرمضان. نط من بلاصتها مشات عاودت الوضوء ولوات عليها ليزر، بدات كتصلي وكتضغط على راسها واخا يدها كيحرقوها. هادشي يكون عذر ليها، هي فعلا كانت قطعه تصلي وجالسه، ولكن فضلت تصلي صلاه عاديه حيت فاش كانوا يديها ما بهم والو، كانت ملهيه بملاهي الحياه. خلات هادشي كعقاب ليها. كان مالك هابط في الدرج يصنع لها الدير ديالو. نطق مالك الو ابراهام فين وصلتو؟ مازال مستر اصلا كيتسناهم يوجدوا ليه الدواء، بان ليا ما بقى ليهم والو، يصيفطهم حتى هما للقبر ما فيها الشك. انا علاش كيقلب على هاد الدواء ما فهمتش، واخا الطاقم الطبي الخاص بالعائله ديال روتشيلد عنده الدواء. جوا مالك كيطيح الشعر صاحبي، عندهم دواء تقليدي وانت عارف ديك الدواء كيطيح الشعر وكضعف بنادم. مستر اصلا ما باغيهاش تضعف ولا طيح شعر حتى هو. نطق ابراهام ياك المهم غتعالج في الاخر، الشعر دابا يعاود يطيح وينوض من جديد. هادشي الا خلاه ليها سي اصلا شي شعر باش ينوض، وما بقاش المستر اصلا باش يقتلها. نطق مالك وي، ولكن كنظن باللي هو ما بغاش يطيح لها شعرها بسبب هادشي. جابوا ابراهام، هي ماشي اول وحده وقع لها هادشي، الالاف اللي طاح لهم شعرها بسببه، ولكن ماشي كلهم عندهم مستر اصلا ابراهام. جابوا اياه شكون بحالها غتداوى منه، هي ما عرفاش بلي اصلا راها مريضه به. كنظن بلي هادشي علاش مستر اصلا باغي الدواء يكون ما عندوش اثار جانبيه، ولكن المشكل هي اللي تنظم عرفت بلي راها مريضه. ملي كانت تسمك وبقى ساكت. ماك سكتي والو، المهم فوقاش غادي تجيو؟ مازال راه جينا شي سيمانه ونكونوا تما. نطق ابراهام، المهم عيطت لك حيت مستر اصلا بغى يعرف كاع داكشي اللي بقى في القصر هذا النهار بالتدقيق. نطق مالك، راه نصيفط لك اش وقع بالتفصيل. ديك خيتي ما دارتش مشكل؟ لا نهار كامل بقات بيتها. العجب، متاكد ما دارت والو هذا النهار؟ وي متاكد. علاش؟ العجب ما مرض البال ليها، ولكن غير من بعيد. مستر اصلا قال لي باش نهضر معاك ما تخلي حد يوصل داك الطابق من غير الفرمليه، من الاحسن حتى انت ما تبقاش توصل لبيتها باش تهنى. واخا خدي داكشي اللي وصاك عليه مستر اصالان؟ وي ضروري خديتهم، راني صيفطتهم لمستر اصالان. وخوتها فين وصلوا العلاج ديالهم؟ لان راها كتعالج. وخوها الاخر حتى هو. المهم رد لهم البال. اجي درتي في داك الشيء؟ القضيه صعيبه بزاف، خاصك تشوف ما كتحملش مستر اصالان لواحد الدرجه ما كانش كنتوقعها. نطق ابراهام باستهزاء، اللي هالشرف يتعجب بها واحد بحالو.
خاصة نشوفو شي حل في اقرب وقت. نجاوبوا ابراهام احنا غادي نشوفوا هذا الحل، ولكن نعلمك من دابا هادشي راه ما غيخرجش بخير. نطق مالك موالفين نخوف من شي حاجه حنايا؟ ما بقاتش في الخوف، راه بقات في النتائج ديال هادشي. نطق مالك النتائج واضحين. المهم انا معاك حتى الموت، راك صاحبي، ولا كانت غتجي الموت نجي مدينا بجوج. كملوا هضرتوا على اش واقع في القصر. نرجعوا لامريكا، بالضبط في واحد الكلينيك من اشهر الكلينيكات تما في امريكا، كيجمع امهر الاطباء وخدمت ما فيهاش الغلط. داخل المكتب مدير المستشفى كان جالس بلاص المدير ديال المستشفى، حط رجل فوق البيرو وعاقد حجبانه شويه وعينيه مركزين في التيل اللي في يديه. كيقلب في التصاور اللي صفتهم ليه مالك ديال الرماس. في كل مره كيبقى يحبس وكيبقى يزومي فيها مده عاد يدوز للصوره الثانيه، وفي كل مره كيبقى يعاود يدوزهم يتفرج فيهم بدون ملل او كلل. وصل لواحد الصوره بدا كيزومي فيها بزاف كانه كيتاكد من شي حاجه. شاف الساعه حتى واحده الناموسيه وباينه ماشي الفرميه اللي جابتها ليها، حيت ما عندهاش الحق تصرف بدون ما تاخذ الاذن ديال ارسلان في اي حاجه بغات ديرها. هزتي له دوز النمره. نطق مالك وين مستر ارسلان؟ نطق ارسلان بهدوء. دخلتي لعندها؟ وقام مالك مسمر. غدا غيرجع ابراهام للقصر واجي لعندي انت. نطق مالك مستر ارسلان راه غير حيت تيت تيت. قطع عليه التلي ورجع كيقلب نتسا وحتى دخل عنده المدير ديال الكلينيك بدون ما يشوف فيه. مازال ما لقيتو الدواء؟ نطق مدير الكلينيك بالانجليزيه. سي ارسلان الاطباء ديالنا دايرين من فوق جهدهم باش يلقاو العلاج، ما فيش اعراض جانبيه اللي طلبتي منا باش ما يكونش، ولكن راه صعيب. 3 ايام عندكم. عفوا 3 ايام 72 ساعه اللي عندكم، لقاوه ما تلقاوش جبت السلاح وحطه فوق البيرو. شغلكم هذاك. نطق مدير الكلينيك واخا سي ارسلان. خرج من تما وخلى ارسلان باقي عيني على التيلي. داز واحد المده قصيره ودخل ابراهام. مستر ارسلان راني هضرت مع مالك. وجد راسك ديما السعده مستر ارسلان، ولكن علايش راجع للقصر انت؟ واخا مستر ارسلان شي اوامر اخرى؟ البيت ديالها ما تفوتش العتبه ديالو. انا ولا هي مستر ارسلان؟ بجوج. واخا مستر ارسلان. خرج من تما وهو كيشوف بالرحلات ديال اليوم باش يرجع، بينما ارسلان حتى التلي ديالو تسكى على الكرسي كيتسنى شي خبر جديده يجيبوها له المدير ديال الكلينيك. المدير ديال الكلينيك ولا كيتسخر عليهم قبل الخدمه ديال الدكاتره. الى هنا غادي نتوقف البنات. عارفه راسي ما طولتش عليكم بزاف هاد المره ومدت لكم في الساعه، ولكن والله غير معين وخصني عاد نوض ندير بزاف ديال الامور. سو غادي نقول لكم باي باي عليكم، ونتلاقاو في جزء 13 ان شاء 14 ان شاء الله، حتى 13. باي باي.